في ناس فظيعة يا جماعة، في ناس فظيعة بتبقى عاملة مجهود بسيط جدًا، 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 وبتقدر تعمل show كبير جدًا، جدًا، جدًا لشغلها. ممكن الشغل ده يبقى واخد منها 5 دقايق وبتعمل show نُص ساعة عليه، إن هي عملت كذا وتركِّت كذا والحاجات دي كلها بيبقى اللي فاقسها مين؟ الفني أو الشخص اللي بيعرف يشتغل نفس الشغل ده، بس بيبقى مستغرب أوي وقاعد كده مستغرب جوّه ال 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 في أثناء العرض أو الpresentation وهي بتعرض شغلها، إن هو إيه ده، إزاي قادرة تعمل الshow ده في حاجة بسيطة زي دي. وناس تانية للأسف بيكون عاملين مجهود كبير جدًا، ممكن يكون مجهود 3 أيام ويقولوه في minute. لأ، إحنا المفروض يبقى عندنا مهارة الshow، إزاي إحنا نقدر نسوّق لنفسنا ونعمل show كويس جدًا. على فكرة هو هنا الأشطر هو اللي عرف يعمل show لنفسه في نُص ساعة وهو عامل التريكاية دي في 5 دقايق. أشطر بكتير جدًا من اللي عمل مجهود كبير بقى له 3 أيام مش تعبان وشغّال وطالع عين اللي جابوه، وفي الآخر بيقول لك أنا عملتها كده. بيعدّي عليه في ناس ما عندهاش المهارة دي. في ناس ما عندهاش مهارة إنها تعرف تعمل show لنفسها، وبتبقى تركيزها كُلّه في إن الشغل يخلص وينجز. الناس دي أنا باقدّرها جدًا والناس بتبقى كويسة وكده، بس فعلًا إحنا في زمن إن إحنا لازم نعمل show. لازم تعمل show لنفسك، لازم تكون مبالغ في عمل الshow عشان تبيّن للي قدّامك المجهود الجبار اللي أنت عملته في حاجة تكون ما تستاهلش. إزاي أنت بذلت فيه مجهود جبار، بتقدر توصل لتفاوضات أفضل، وبتوصل معاه لنتايج أحسن، وبيبقى في تقدير أكبر بكتير جدًا، بالرغم إن هو ممكن يكون ما تعبش كتير على مقارنةً بشخص تاني تعب وسهر واشتغل على حاجة 3 أيام بس ما عرفش يسوّق ليها، فهوبا ضاعت. فأنا نصيحة، إحنا لازم ناخد courses كويسة جدًا في إن إزاي نسوّق لنفسنا، وإزاي نعرض الشغل اللي إحنا بنعمله بطريقة تظهر المجهود اللي هو ن ن كمان وإحنا بنظهره يبقى ظاهر إنه أضعاف، 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 أضعاف. عِد بقى لحد ما تُقف. كل ما تقدر تعلّي كل ما يبقى أشطر وكل ما تبقى أحسن، ففعلًا إحنا محتاجين نوصل لده. الناس اللي مش بتعرف تعمل show لنفسها في شغلها لازم تتعلموا المهارة دي، لإن أنتم بتضيّعوا حقوقكم بإن إحنا مش عارفين نعمل show كويس للحاجة اللي إحنا عملناها. ممكن تبقى شاطر جدًا، جدًا، جدًا أكتر من ناس تانية وتبقى قاعد مش متخيّل إزاي الشخص ده وصل للمكان ده وأنت قاعد مكانك. أنت قاعد مكانك عشان أنت ما سوّقتش لنفسك بالطريقة الصح اللي تظهر إيه أنت بتعرف تعمله غيرك ما بيعرفش يعمله. لازم نفكّر برّه الصندوق، لازم نغيّر طريقة تفكيرنا عشان نعرف نوصل للي إحنا عايزين نوصل له. فكّروا وقرّروا وخدوا كورسات، خدوا courses online بقى self learning عادي، تعلُّم ذاتي، زي ما أنتم عايزين، المهم في الآخر توصل إنّك تسوّق لنَفْسك بجدارة، تكبّر الصغيّرة. كل step، كل خطوة بتعرف تعملها جوّه شغلك لازم تبرزها، لازم تقول أنا باعمل ده وبياخد منّي وقت رهيب.